السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. فيديو مهم ومباراة كبيرة جدا جدا للمنتخب المغربي الشقيق. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. طبعا قبل ما نتكلم على الفيديو حبيت أقول كلمتين سريعا. احنا بنحط لينك الأهداف في الكومنت المثبت عشان الناس اللي بتنضم جديد ولسه مش عارفة النظام ازاي، فحبيت أوضح لكم الموضوع ده. تمام، ندخل على الشوط الأول لمباراة كبيرة جدا للمنتخب المغربي ووصوله لنهائي كاس العالم تحت سن 20. يا جماعة بجد حاجة تفرح جدا، وأنا بتابع جدا المنتخب المغربي من ساعة ما بدأت البطولة دي، وهو عامل اداء اكتر من رائع، وبجد يستحق ان هو يفوز بالبطوله دي. وان شاء الله البطوله دي هتكون مغربيه، والنهارده المغرب تفوز على الارجنتين. بجد حاجه هتبقى في قمه العظمه. طبعا نتكلم على التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي. طبعا عندنا بن شاوش وهو حارس المرمى، ومجني وبوف ومعمر. طبعا التشكيلة هتكون 4-2-3-1 للمنتخب المغربي، دي التشكيلة بتاعتهم. تمام، وهيبقى في خط الوسط خليفة وبيار، وبعد كده هيكون قدامه 3 معمى وياسين. وطبعا ياسين معامل مباريات كبيرة جدا وهو والزبيري. وطبعا الصادق الزبيري هيكون هو الهجوم للمنتخب المغربي. طبعا يا جماعة التوقعات في المباراة دي هتكون صعبة ومباراة حماسية جدا، واعتقد ان المنتخب يقدم مباراة كبيرة جدا. طبعا التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي هتكون 5-4-1، دي تشكيلة متوقعة للمنتخب المغربي. معذرة لمنتخب الأرجنتين. تمام، زي ما قلنا التشكيلة بتاع المنتخب المغربي هتكون 4 تمام 3-2 4-2-3-1. اتوقع يا جماعه المباراه دي تنتهي بالفوز لصالح المنتخب المغربي في الشوط الاول 2-0 بنسبه 99%، ينتهي 2-0 للمنتخب المغربي. واتمنى ان هم يخلصوا المباراه من الشوط الاول، لان هتكون يعني مهمه جدا. وطبعا بنسبة 90% ينتهي 1-0 لصالح المنتخب المغربي في الشوط الأول. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتتوقع الشوط الأول ينتهي بالفوز أم التعادل. مش هقول الهزيمة للمنتخب المغربي، لأن إن شاء الله المنتخب المغربي هيفوز بإذن الله على منتخب الأرجنتين. وبإذن الله أملنا في ربنا كبير إن هو هيقدم، يعني المنتخب يقدم مباراة كبيرة جدا ويفوز، لأن هو بجد يستحق المباراة دي. كل التحية للشعب المغربي، وإن شاء الله نبارك لكل الشعب المغربي النهاردة. أخوكم عبد الرحمن من مصر. اكتب لي في الكومنتات توقع المباراة دي تنتهي كام. توقع الفوز لصالح أي منتخب. إن شاء الله المنتخب المغربي هو اللي هيفوز في كل الأحوال. لو وصلت لهنا صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومتنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا أحلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب. سلام.